معك أسامة كمال، القاهرة 360. أهلا بيك. ازيك يا استاذ اسامه واهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم. سيادة العقيد، يعني حذرت من حرائق بعض المحاكم واتحرقت محكمة جنوب القاهرة، ليه المحكمة دي بالذات تفتكر؟ المحكمه بالذات دي مش هي المحكمه المقصوده كمحكمه كمبنى. المقصود الارشيفات اللي في المحاكم. انا بس كان نفسي ان انت تقرا للناس علشان يعرفوا ان الهدف والمستهدف كان الارشيفات وملفات القضايا. حضرتك بتقول عمر عفيفي تنبأ. عمر عفيفي ما بيتنبأش، انا مش شيخ ولا حاوي. ما جاتلكش رؤية؟ اشوف الداخل. لا 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 خالص، انا راجل مباحث. يعني شغلتي على مدار 25 سنه ان اجمع التحريات والمعلومات والادله واتوثق منها. واعتقد ان انا راجل ما اناش مختل عقليا عشان اغامر باي شيء واقول حاجه تبني مصداقيه قدام الملايين، الا اذا كنت مالي ايدي منها بنسبه فوق ال 80%. وللاسف طلبت من كاتب الفريق عبد الفتاح السيسي، لاني عارف ان القصه متورط فيها اجهزه الداخليه اللي بقت زي ما بيقول الداخليه اخوانيه، وزير الداخليه اخواني 100%، ومتورط فيها. دي معلومه سياده العقيد، يعني بتقولوا ده معلومه عن الوزير؟ انا اشتغلت، انا مش معلومه، انا اشتغلت معاه في مديريه امن السويس، كنت ضابط في امن السويس، وهو كان في شعبه البحث الجنائي، ومعروف عنه انه كان متدين زياده عن اللازم ومنطوي. ما هو مش كل متدين يعني اخواني، يعني مش كل متدين اخواني. لا انا بقول لك، لا سمات الاخواني. هو كان في الاول ما فيش اخواني يقول لك انا اخواني، استحاله. يعني السلفي واضح، مربي دقنه، لابس الجلابيه، الزجيبه واضحه، ما بيبيعش بلده، ما بيتعاونش مع اعداء بلده، ما بيبيعش القدس. لا، السلفي واضح، ولذلك انا بحترم السلفيين بغض النظر عن بعض اللي اتضحك عليهم. تورط بقى بعد الحكم على طول، تورط بعض اثنين من القضاة اللي وصلنا لهم، وهم من تيار اسمها قضاة من اجل مصر. وتورطوا ان هم كانوا بيحاولوا رشوة احد العاملين بالمحاكم ب100,000 جنيه على اساس ان هم يحرقوا الارشيفات، وتصور بعد كده على انها ماده كهربائي. المعمل الجنائي ده تابع لوزاره الداخليه، يعني ضمنها 100% جدا. النائب العام اخواني. هو طلع يعني بالفعل كلام بيقول انه تكييف هو السبب في الكلام اللي حصل في محكمه جنوب، تصدق الكلام ده؟ تكييف كده الساعه 6 الصبح، وفي تكييفات شغاله الساعه 6 الصبح. يعني نسيوه من اليوم اللي قبله، يعني ما هو ده موضوع ما حدش يغلب فيه. لا 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 لا. طيب انا بس بعد عتاب شديد على سياده الفريق السيسي، لانه لو كان خد هذا الامر ولو حتى ب1% اهتمام، كان قدر يحمي ثروه مصريه اللي هي المحكمه، وفي نفس الوقت يحمي دوسيهات الحكايه. حضرتك خاطبت الفريق السيسي شخصيا بمكالمه شخصيه ولا عبر الوسائل الاعلام العاديه؟ لا لا لا، للاسف الشديد انا ما فيش وسيله اتصال بيني وبين الفريق السيسي. انا طبعا بنشر. انا الهدف من النشر ايه؟ الهدف من النشر هو احباط المؤامره او الغائها لما يكتشفوا ان هي اتكشفت، مش عشان يقولوا ان عمر عفيفي بيقول حاجات صح وكلام من ده. اصل حضرتك حذرت الفريق السيسي يا عقيد عمر، حذرت الفريق السيسي في حين ان المحكمه في عهده الشرطه، مش هينفع الجيش يتدخل في ده. المحكمه يا استاذي العزيز، ما انا هقول لمحمد ابراهيم احمي من الاخوان، ده منطق ايه؟ ولا هقول للنائب العام؟ استحاله. انا كان قدامي الفريق السيسي على اساس ان انا اثق في هذا الرجل في القوات المسلحه، وللاسف خذلني. ولو كان خد المساله بجديه 1% ما كناش وصلنا للي وصلنا له. ده يعني ده وش كده.
واتمنى ان انا اكون مخطئ في ظنوني. اللي هي ايه؟ انا سامع ان عندك ظنون يا عقيد عمر، عندك ظنون عن احداث اخرى وحرائق اخرى اكبر. لا مش حرائق بقى، اللي انا خايف عليه اولا دلوقتي دار القضاء العالي، هم رايحين دار القضاء العالي ليه الساعه 11 بالليل؟ ومين في دار القضاء العالي في الساعه 11 بالليل؟ هل هو اتفضل مع حضرتك. هل هو الهدف ان احنا نعتدي على مباني، ولا ان احنا نمنع النائب العام الاخواني؟ لو عايزين نمنعه الساعه 9 الصبح ونحاصر المكان وما نخلوش يخش، وده يكون في حضور وكلاء النيابه الشرفاء والقضاه الشرفاء من الرافضين لاستمراره. لكن ان انا اروح اضرب مولوتوف واضرب مش عارف ايه واعمل شبوره الساعه 11 ونص بالليل، ده كلام كله يثير الشكوك، وقد يكون لما اتكشفت الخطه بقى في خطه بديله. اتمنى ان انا اكون مخطئ. الخطير بقى في موضوع القضاه هو ان القضاه في لسه فيها حوالي اكثر من 3500 قاضي مطلوب التخلص منهم. ده اللي اتكلم عنهم المرشد السابق. ده انا قلته قبل المرشد السابق ما يتكلم. ما هم بايه؟ هم مش قادرين يداروا، لان انتوا يا اشرف بيه، انا بعتب عليكم كاعلاميين، انتوا عملتوا من لا شيء. الاخوان هم كيان ضعيف، كيان هش. انا عايز اقول لك ان حبيب العدلي اللي احنا في الثوره هزمناه في 48 ساعه بكل امن مركزته، كان بيلمهم في نص ساعه كله يتلم. فانتوا قعدتوا تقولوا القيادي مش عارف العريان، والقيادي البلبوص، والقيادي اللي لابس، والقيادي اللي قالع، والحق يا جدع، وعملتوا منهم حاجه وهم لا حاجه. بس انا عايز بس افهمكم علشان نعم. بس اللي عايز اقوله الاهم فعلا اللي انا عايز اعرفه منك اللي جاي، لان الناس بالذات بعد تحذيراتك الاخيره عايزه تعرف منك ايه اللي جاي. اللي جاي تسمعني فيه كويس، لان ده في غايه الاهميه والخطوره، وما تحرمش المشاهدين، وخد دي وثيقه عليا ان ما حصلتش على نفسي. كل اذان صاغيه. اتفضل. كل اذان صاغيه. اللي حاصل بالظبط ان اوباما هو الراعي الرسمي للاخوان، مش عشان هو اخواني، لا هو راجل بيحب بلد وبيحافظ على مصالح بلد، بس عنده اعداء اكثر خطوره. الاعداء دول اعداء اقتصاديين في المقام الاول، واعداء عسكريين في المقام الثاني، وهم الصين وروسيا وكوريا الشماليه وبعض دول اوروبا اللي مش داخله بيت الطاعه الامريكي. ما فيهمش ايران يعني؟ وده مضاد يمين وشمال. ايران هتشوفها هتبقى اكبر صديقه في الفتره الجايه لاوباما، وهيكونوا الحلف التركي الايراني المصري ده، بس ده جزء من الحلف، لكن الحلف اكبر من كده بكتير، وكل ده هيبقى جيش اوباما المنخفض التكاليف. فبص اوباما، خليني بس ايه عشان ما تشتتش. اتفضل. بص اوباما يمين وشمال، ما لقاش قدامه غير 2 مليار مسلم حول العالم. هو دلوقتي اعداء روسيا والصين. سأل انا ايه سبب مشاكل العالم الاسلامي ده كله مع امريكا؟ قال لك مفيش حاجه، احنا